اليمين ورا. اليمين اليمين اليمين. تفضل تفضل الشيخ بيس. وسكتوا يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أرحب بالمناضلين الأوفياء الصادقين، أرحب بهم وأحييهم تحية خالصة من أعماق قلبي. هؤلاء المناضلين الذين حيثما نزلنا حلوا في الليل الحالك والأمطار تسيل والجليد يتساقط، يعني أشكرهم جزيل الشكر في كل العمل الجواري طيلة 20 يوم السابقة. يعني أحييكم يعني تحية كبيرة جدا جدا. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ونكون في حسن ظنكم، وكما عاهدتمونا إن شاء الله ونزيد أكثر. كيف أن الرجل الذي يجلس وسط هؤلاء الرجال ويقفون معهم، وعندما يصلوا يخونهم. هذا فقط الذي لا دين له ولا فصل له ولا. نعم هذا مكان هذا قلنا لا يخون هذا الجمع الغفير إلا خائن، إلا الذي لا أصل له ولا فصل له. وبعد أرحب بضيوفنا الكرام، وعلى رأسهم السيد الأمين الولائي للحزب السي روابح. سأعطيكم لمحة عن حياته المهنية. كما أرحب بالسيد تهامي خليل متصدر قائمة حزب الكرامة في المجلس الشعبي الولائي. وأرحب بالسيد كذلك اليمين درش المترشح باسم بلدية تقلعيد في الرتبة الثانية. قبل أن نخوض إلى بعض التفاصيل، والحاج سي الحاج رباح كذلك مترشح كذلك ضمن قائمة الكرامة. نعم، قلنا أرحب بهم جميعا وأقول ما قال الشاعر: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. فهم منا ما دام درنا معهم توأمة ونحن منهم، هم راهم مواطنين، يعني نرحب بهم ترحيب حار. قلنا أعطيكم فقط لمحة عن حياة السيد روابح، هذا الأمين الولائي، يعني إطار كبير في الدولة الجزائرية. نعطيكم بعض يعني السي في نتاعو، يعني المسار المهني نتاعو. متحصل على دكتوراه في المالية باللغة الإنجليزية، عنده ماستر في إدارة الأعمال، مهندس في الإعلام الآلي، اختصاص تسيير الأنظمة، عنده إجازة لوراكل، اختصاص تسيير واسترجاع المعلومات، شهادة مصنفة في الرتبة الثانية في إفريقيا، إجازة الميكروسوفت في نظام المعلومات، هذا اللي يعرفوا الإعلام الآلي، ولا إجازة سيسكو في أمن الشبكات، إجازة إدماج الشبكات ليبيان، مسير مكتب الدراسات الاقتصادية بتفويض دولي، عضو في لجنة الإدماج الوطني، مشارك في عدة مفاوضات عالمية، خاصة إضافة إلى هذا أنه يتقن 4 لغات. إن شاء الله هذا الناس، هذا الأدمغة هذو هم إن شاء الله اللي يرسمون الخطوط العريضة لمسار التنمية في البلدية نتاعنا وفي الولاية نتاعنا ولما في الوطن نتاعنا. كما أعرف بالسيد تهامي خليل متصدر قائمة حزب الكرامة، هو إطار سامي في التربية، يعني بذل وأعطى الكثير للتربية. نظن الآن راهو متقاعد وما زال يعني أراد أن يشارك مرة أخرى في خدمة وطنه. سي اليمين درش معروف، أنا عرفناكم عليه سابقا. سي رباح، الحاج رباح، نعم، من أهل الخير ورجل أعمال، ويساهم دوما في فعل الخير.
تلك الإعانات التي تصلكم خفية وعلانية. هؤلاء هم جنود الخفاء لهذه الصدقات والإعانات. نطلبوا ربي إن شاء الله يبارك له في ماله وولاده. قبل أن أحيل الكلمة إلى الضيوف الكرام، وكل تقريبا أنا نشوف كل سكان تاق العيد، من الصرا، من بيطام، من البور، من المركز، من كل القرى. كاين مغالطات ديما نعاودوا فيها، مغالطات يغلطوا فيكم، يقولوا لكم باللي اليمين في المجلس الشعبي الولائي راه 18 وراه 8 وراه 12 وراه كذا. اليوم ما نخليوش يتكلم هو خلاص، راهو في المرتبة الثانية، راهو في المرتبة الثانية، ما يغلطكم حتى واحد. وانا قلت لكم كي يطرحوا عليكم يقولوا لكم باللي راه في المرتبة 18، مول اللي قال لك هذا الكلام قول له معليش لقينا في المرتبة الثالثة رانا نلوحوك انت هو خليوه. راكم كل الحمد لله راكم مثقفين وتقراوا. هذه مغالطة. زيد نقطة واحدة أخرى، يعني نترجاكم يرحم والديكم وكي نديروا المسيرة نتاع السيارات. أنا إن شاء الله نروحوا للبيطام ونرجعوا منا ونطلعوا حتى للسرا. يعني نطلبوا منكم طلب بسيط جدا، ما تديوبليوش بعضاكم. احنا جينا من أجل الفرح. لو كانت تقاس طوموبيل برك نتعطلوا وتولي لنا مأتم. احنا ماناش حابين الدوبلاج اللي يعني اللي موش مريقل في راسه ماذا به راه مشكور جا معنا لون يريح ينقص اسيدي يتحكم في الاعصاب نتاعو نص ساعه. هذا ما نديروا حتى بنظام وما نغصبوش ونسيروا بهدوء باش يكون يعني المسيره نتاعنا تكون منظمه. لا تستجيبوا للاستفزازات اللي يسبقوا له يرحم والديك. احنا رانا نتاع امن نتاع السلام طمأنينه، ما جيناش نخوفوا ولا نرهبوا ولا نوسيو. يرحم والديكم كونوا عند حسن الظن نتاعنا ان شاء الله. وحين الكلمه نعم في الوقفات قلنا رايحين نضربوا. نعم احنا باش ما نحرموش خوتنا في بيطام نضربوا دوره ندوروا عند المدرسه نتاع بيطام كاين لسته ودوروا بهدوء ونظام. من بعد نجيو نرجعوا منا ونفوتوا المسيره نتاعنا مباشره للصرا. خوتنا من الصرا تحبوا نتوقفوا في الصرا نتوقفوا، الى نفوتوا مباشره نفوتوا نتوقفوا في الثنيه نديروا نتوقفوا وقفه في الثنيه لاش تاع 10 دقائق، لاش تاع 10 دقائق ومن بعد نفوتوا. وين اخر نقطه؟ اخر نقطه للشلالخه نوصلوا الضيوف نتاعنا الحدود البلديه نتاعنا، احنا نرجعوا في هدوء وما شاء الله ربي يوصلهم في بر الامان. رئيس ليه ما نكملوش معاهم الغدير غير ونجيو؟ تحبوا نكملوا الغدير ما كان حتى مشكل. الغدير احسن، نروحوا ما نكملوا الغدير ندعموا خوتنا في الغدير معليش. نعم احيل الكلمه الان مباشره الى بالعقله حين الكلمة السيد متصدر قائمة حزب الكرامة. بالعقلة احبس يا سيدي ارواحها خلعوكم بربع طوموبيلات. اسمعوا لنا شويه يا جماعه. بسم الله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. احنا رانا جينا زرناكم اليوم في تاق العيد في ولاد حناش. هي قلعه نتاع الابطال، قلعه نتاع الثوار، قلعه نتاع المجاهدين. يلا الشيخ اطلقهم يا شيخ. علاش يصونيوا على ارواحهم. احنا ان شاء الله جينا باش نتلاقاو معاكم، وهذا تقريبا هو اليوم الاخير تاع الحمله الانتخابيه. احنا برمجنا وخيرنا تاق العيد لان الانسان اللي يجي ليها ما يخيبش، وهي من بكري. وهذه المنطقه هذه انا نعرفها مليح. بكري كانت منطقه محرره على الاستعمار، ما يدخلهاش الاستعمار، صعيبه عليه. كانوا المجاهدين من المناطق نتاع الولايه والولايه الثالثه كامله يهربوا لهنا وسقسيوا الكبار تاعكم. هم كاينين المجاهدين هنا، سقسيوهم. هاي قرني كبش ليه. ايوا ونتكلم لكم على النقطه الثانيه. المترشح نتاع بلديه تاق العيد نتاع سي اليمين، جاو ناس غلطوكم ومش قادرين ينافسوه في الميدان، ولاو يديروا له في الدعايات يقولوا لكم راه 17 و18. اليمين راهو الثاني في القائمه، يعني هو راس القائمه.
والقائمه هاي هنا تحبوا نديروا لكم عليها فوتوكوبي. لا حناشي والثاني وينجح ان شاء الله. وحنا رايحين ننجحوه في البرج وننجحوه في ولاد خلوف وننجحوه في راس الواد. كونوا معاه راهو ينجح وراهو هذا خير خلف لخير سلف. راه يشرفكم، راهو راجل عنده افكار وعنده اخلاق وعنده مستوى راقي. بارك الله فيكم، ما نقدرش نكثر عليكم. كلمة الدكتور. نعم.